طيب خلونا نحط الثلاث رؤساء جنب بعض. قد اكون انا بحب حسني مبارك او بحب عبد الناصر او اكتر السادات، اجيب لك ارقام انا عايز اجيبها وما اجيبلكش ارقام مش عايز اجيبها، لكن لازم نقارنهم الثلاثه جنب بعض علشان نعرف مين فيهم كان اسوأ واحد ومين فيهم كان احسن واحد. فعشان تقارن بينهم في رقمين مهمين قوي بيبينوا لك مين فيهم اثر على مصر اكتر. اول رقم هو عجز الميزان التجاري، احنا كنا بنصدر بقد ايه، بنستورد بقد ايه، الفرق بينهم ده هو عجز الميزان التجاري. فاول رسم بياني معانا بيورينا عجز الميزان التجاري من اول 1957 لغايه 2018 دلوقتي. تلاقي ان طول فترة عبد الناصر لغاية كمان حرب اكتوبر احنا دولة منغلقة كويسة زي محمد علي زي الامبراطورية الصينية في الاول، بنستورد بس الحاجات اللي احنا عايزينها. من اول 74 يبتدي الغباء، نبتدي بقى نستورد 3 أضعاف العربيات، ازياء، نوتيلا، 50 نوع جبنه، 20 نوع مش عارف ايه، السلع الاستهلاكيه كلها. فتلاقي ان حصل انفجار في الخط الازرق ده، عمال ينزل تحت الصفر، كل اللي بينزل تحت الصفر ده عجز 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 في الميزان التجاري، بضائع اجنبيه مفروضه عليك. العجز بتاع الميزان التجاري ده عشان تترجمه في الاخر للرسم البياني الثاني ده اللي هو التضخم. يمكن انت بتستورد كتير بس معاك فلوس، لا انت بتستورد كتير ومش معاك فلوس، فالموضوع بيترجم عندك في تضخم، انك تطبع فلوس اكتر من السلع اللي عندك، من الذهب اللي عندك، فالنتيجه ان قيمه الجنيه بتاعتك بتنزل. فالرسمه دي بتورينا التضخم بتاع مصر من اول سنه 58 لغايه 2018 اللي احنا فيها. الرسمه دي بتشوف فيها تاريخ مصر الاقتصادي كله حادثه، كل ما الكيرف ده بيطلع فوق كل ما تعرف ان في ازمه معينه حصلت في السنه دي، تقدر تشوف بيها تاريخ مصر كله. فتشوف من سنه 58 لغايه سنه 63 التضخم في المعدلات اقل ما يمكن 1% بالسالب كمان في بعض الاحيان، وتلاقي ان حصل نطه من سنه 64 65 لغايه 67. القفزه دي سببها زي ما قلنا ان امريكا منعت تصدير القمح لمصر بالتدريج، وان احنا لازم دلوقتي ندفع بالعمله الصعبه علشان نجيب القمح، فده عمل لنا ازمه اقتصاديه في الفتره دي اللي ربطنا فيها على نفسنا شويه من 64 ل 67. تلاحظ ان الغريب جدا ان في 67 وما بعد 67 لغايه 73 برضو معدلات التضخم في معدل رائع جدا، اللي هو بتتكلم في 3% 2% 5% في بعض الاحيان، كويس جدا. ابتدي التضخم يخرج بره السيطره خالص من اول تاني 74، هذه السنه المشؤومه اللي فتحنا فيها السوق. 74 تضخم بينفجر ويفضل طالع بقى بعد كده لغايه سنه 2000. تلاقي اعلى موجه للتضخم كمان موجوده في الفتره بتاعه 86 87 دي بسبب انخفاض سعر البترول، كنا بنصدر بترول ساعتها زي ما قلنا، ويرجع تاني التضخم ينفجر من اول 2004، من اول ما توقع اتفاقيه الكويز معاهم اللي هو يقنعك ان هو انت هتعملها علشان تحسن الاقتصاد بتاعك، لكن اول ما توقعها هتلاقي ان التضخم بتاعك انفجر بقى عامل ازاي. التضخم منفجر تاني في الازمه الاقتصاديه بتاعه 2009، وبعدين يرجع ينزل تاني في فتره عدم استقرار الثوره بتاعه يناير 2013، وبعدين بينفجر بقى زي ما عمره ما انفجر قبل كده في الفتره بتاعه 2017 2018 دي، بسبب التعويم وبسبب السياسات الاقتصاديه الرشيده اللي احنا طبعا بناخدها دلوقتي، والقروض والحاجات اللي كلنا بنحبها وبنشجع عليها. فمن الرسمتين دول حطهم دايما قدامك، شوف تقارن بين الرؤساء الثلاثه، شوف مين فيهم اكتر واحد ضر مصر او كانت سياساته الاقتصاديه غلط. خلاصة الموضوع ده كله ايه؟ فتح الاسواق مش كويس، الاستعجال في المشاريع مش كويس، القروض مش كويسة، خصوصا لما بتبقى مجبر انك تاخد قرض. القرض ده اجمل استثمار ممكن دولة قوية تستثمره، لانه هو بدل ما يبني مصنع ويشغل ناس ويقعد ينحر في قلبه عشان يطلع 10 15%، هو يدي لك الفلوس وانت تشتغل عنده زي العبد وتدي له ال 10 15% دي كل سنة. من مصلحة الدول الغربية ان الدول الافقر اللي هم احنا يبقى في عندنا فساد علشان نضيع القروض اللي ناخدها منهم دول. مش لازم خالص نبني بيها مصانع ولا لازم نستخدمها الاستخدام الامثل، لازم تروح في الرشاوي وتروح في الفساد علشان نفضل مديونين، بدل ما نخلص القرض في سنة نخلصه في 5 سنين. مش الحروب هي اللي دمرت مصر، مش حرب اليمن ولا الاستقلال السياسي ولا ان كان عندنا كرامة اللي دمر مصر. السياسات المرتجلة ان يجي رئيس كده يصحى يقوم يقرر يعمل مشروع لوحده، انه يقرر يعمل سلام لوحده، انه يعمل اتفاقية كويز لوحدها، ده اللي دمر مصر. الانفتاح اللي دمر القطاع العام اللي كان عندنا. والسلام عليكم.